السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا سمعت دكتورة كانت بتتكلم بتقول ان من اهم الاشياء اللي لازم نهتم بيها، لان كل العمليات التشافي والترميم والتنظيف الجسم تحدث اثناء النوم. فبما ان النوم محكوم بالقلب، بما ان اللخبطة في النوم بتدل على ان طاقة القلب غير مستقرة، يبقى لازم ندور على حل يوازن طاقة القلب. فقالت الحل سهل جدا، بتنصح بيه ونجربه 10 ايام ونشوف الفرق. هي بتقول ان من الساعة 11 صباحا لحد الساعة 1 ظهرا بيكون القلب في قمة نشاطه. ففي الساعتين دول بتقول كلوا شيء مر، يعني ما تاكلوش شيء حامض، ما تاكلوش شيء مالح، ما تاكلوش شيء حلو. هي بتقول ناكل شيء مر في خلال الساعتين دول فقط. لو جربنا نشرب كوبايه قهوه مره او شوكولاته دارك، ده كله بيفيدنا. انا بقى هنا القهوه بتاعتي، بس انا عرفت اخلصها. القهوه بتاعتي من دي اكس ان. القهوه بتاعتي ممتازه جدا لان هي قليله الكافيين، كل منتجاتها عضويه، من اجود انواع البن، وفي نفس الوقت كمان مضاف عليها الفلتر الريشي. تمام. القهوه بتاعتي ده شكلها اهو، بتبقى فيها العلبه دي بيبقى فيها 20 ظرف، وده شكل الظرف بتاعها او شكل الكيس بتاع القهوه بتاعتها. كمان انا بضيف عليها منتج خطير جدا جدا جدا، بيساعد على القوه، بيساعد على التركيز، بيساعد على ان احنا كمان نبتدي يومنا بطاقه وبقوه وبنشاط مع القهوه. يعني احنا القهوه بتاعتنا بتديني طاقه وبتديني قوه وبتديني نشاط، مع ان انا كمان بضيف عليها منتج تاني رائع رائع رائع. ايه هو؟ انا بضيف عليها معلقه زبده جوز الهند، برده من دي اكس ان، ممتازه جدا. احنا لو اخدنا كل يوم معلقه من زبده الجوز الهند دي مع فنجان القهوه، بنبقى بنخلي جسمنا يتحول لمكنه حرق، بنخلي جسمنا كمان يتحول، بيبقى بنخس بسهوله، بيبقى عندنا طاقه، بيبقى عندنا قوه، بيبقى عندنا تركيز، بيخلي المخ يشتغل على طاقه نظيفه اللي هي طاقه الدهون. ما بقاش بنعالج بيه ان احنا ما يبقاش عندنا تشتت، ما يبقاش عندنا عدم تركيز، ما يبقاش عندنا طاقه، ما يبقاش عندنا مجهود. بالعكس، احنا لما بنبتدي يومنا الصبح، انا اول ما بصحى الصبح على الريق بشرب كوبايه فنجان القهوه بتاعي وبضيف عليه كمان معلقه زبده جوز الهند، انا كده خدت وجبه كامله من الطاقه والقوه والنشاط. انا اخلي جسمي كله يشتغل بصحه ويشتغل بفايده كبيره. فهي الدكتوره كانت بتقول ان احنا لما ناخد شيء مر الصبح على الريق، ده بيخلي القلب يتنشط، وخصوصا من الساعه 11 للساعه 1 الظهر. تمام. بتقول لك في خلال الساعتين دول، وجربوها لمده 10 ايام فيما فوق، وشوفوا قد ايه جوده النوم عندكم هتتحسن. وبتقول لك شوفوا التكامل بين الاشياء، ازاي الطعم المر بينشط القلب، وازاي الطعم المر بيخليكي تشعري بالسعاده. لان طبعا السكريات او اي شيء حلو بيزود التهابات في الجسم، وبيخلي الجسم يشتغل على طاقه الجلوكوز والسكر، وده مش حلو، ده اللي بيعمل التهابات ويعمل اكسده في الجسم. فازاي ان احنا الشيء المر بيتصنع منه او بيتخلق منه شيء السعاده والطاقه والقوه والنشاط. جربوا الوصفه دي، او جربوا يعني امشوا على المعلومه دي، ان احنا كل يوم من الصبح لحد الساعه 1، من الساعه 11 للساعه 1 نجرب كوبايه القهوه، ممتازه جدا. تضيفوا عليها معلقه زبده جوز الهند، مش عايزين تضيفوا عليها براحتكم، مش متاح عندكم براحتكم. اهم شيء ما تحطوش عليها سكر، لان السكر بيزود الالتهابات وبيضيع كمان طعم الحلو المراره اللي موجوده في القهوه بتاعتي. جربوها. وعموما انا بشربها بقالي كتير، وبحط عليها معلقه الزبده بس.